السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم مع اختكم شيماء الغربويه. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بسم الله على بركه الله. اليوم ان شاء الله غادا نحضر معكم واحد لي بات اللي سهله ودغيا توجد وكتجي بنينه ما شاء الله. بسم الله على بركه الله. نبداو بالصلاه والسلام على رسولنا الحبيب. عندي واحد البصيله هكا صغيره اللي كنكون شلطتها، كنضيف عليها واحد شويه البزار وشويه الملح وشويه الزيت وكنخليها تقلى مزيان. هنا عندي واحد جوج حبات ديال المطش اللي حكيتهم، وعندي واحد شويه الكفته. كناخذوا ديك لاصوص ديال المطشه كنديروا فيها العطريه. البصله ديالنا كتقلى وحنا كندوزو نوجدوا لاصوص ديالنا. كنديروا فيها واحد شويه الكمون، شويه ديال التحميره، وواحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، وواحد جوج فصوص ديال الثوم اللي كنحكوهم عليها، والملح والبزار بطبيعه الحال حنا ضفناهم في البصيله ديالنا. صافي من بعد ما كتشحر ليا البصله على هذا الشكل كنضيف ليه هذاك شويه الكفته اللي عندي، وكنبقى نفتت فيها على هذا الشكل حتى كتشحر ليا داك الكفيته مزيان مع ديك البصيله. على هذا الشكل من بعد ما كتشحر ليا البصيله مزيان والكفيته، كنضيف عليها داك لاصوص ديال المطيشه اللي بطبيعه الحال حنا درنا فيه العطريه كامله، يعني ما غادي نزيدو حتى شي حاجه مازال. وكنضيف عليهم واحد جوج واحد تقريبا عاشق ديال ماتشات الحك وواحد شويه الماء، وكنخليو ديك لاصوص ديالنا تختار لينا مزيان. وبطبيعه الحال كنكونوا سالقين لي باط، يعني ديروا النوعيه اللي باغي نتوما واللي متوفره عندكم. كتكونوا سالقينها في الماء وشويه الملح وريقه ديال سيدنا موسى. هنا من بعد ما كتختار ليا لاصوص ديالي مزيان وكتغمر، انا راه تقطع ليا التصوير سمحوا ليا. صافي كنضيف عليها لي باط وهي مازال فيها شويه الماء، وكنبقى نحرك حتى كتشرب ليا ديك لي باط، كتشرب ليا داك لاصوص ديال المطيشه وكتزيد تبنان. صافي ومن بعد كتحكوا عليها شويه الفرماج وشويه الربيع هكا من الفوق، وقدموها كتجي زوينه وبصحه والراحه. وشكرا لكم بزاف.